النهارده احنا مش هنعمل انبوكسنج بس، هنتكلم عن تفاصيل الجهاز وهل هو افضل خيار. يا ترى الماك بوك اير M4 ولا الماك بوك برو M1؟ الحاجه الوحيده اللي تقدر تحدد لك الاختيار الصح هو استخدامك انت مش الريفيو. هو انت جيمر ولا انت مهندس ولا شغلك كله في الجرافيك؟ عامه لو انت واحد من الثلاثه دول الجهاز مش مناسب ليك. خلينا الاول نتكلم عن تفاصيل الماك بوك اير M1. وانا فتحت الجهاز في الستور اللي انا اشتريته، وده عشان اتاكد ان الجهاز جديد وما فيهوش اي مشاكل. حجم الجهاز 13 انش فاصلة 6. كنت حاسه ان الجهاز هيبقى صغير قوي بالحجم ده، ولكن هو ما طلعش صغير قوي زي ما كنت متخيله. بيجي معاه الكابل والشاحن 30 واط. حواف الجهاز بتكون رفيعه ووزنه خفيف جدا. بيكون فيه 2 مدخل USB Type C ومدخل مغناطيسي للشحن. في الجنب التاني من الجهاز في مدخل للسماعه. خليني اقولك ان جهاز بالسم كده اكيد ما فيهوش مروحه. يا مصيبتي يا لهوي يا خرابي. بعد ما فتحت الجهاز في البيت اتفاجئت بحاجه كده. اول ما بتفتح الجهاز بتلاقي ان الباك جراوند بتاعك عمال بيتحرك، فما رميتش فلوسك على الارض، لا. الجهاز نازل منه 4 ألوان. تجنب الألوان الغامقة زي الميد نايت لأنه هيبصم معاك. بعد كده هنبص على الكيبورد، هنلاقي زرار البصمة وفي زرار تحت هتلاقيه اسمه كوماند. ده بيكون هنا بديل الكنترول، بس احنا هنغيرها من السيتنج. الذاكرة بتيجي 16 جيجا رام، ودي بتكون مناسبة لو انت بتفتح برامج كتير مع بعض وبتستخدم برامج مونتاج وفوتوشوب او بتصمم صور وفيديوهات عادية، وده معناه انه مش مناسب لشغل الجرافيك الكثيف. ومعنى كلمة كثيف ان انت لو استخدامك متوسط فهو مناسب. الجهاز جاي بشريحة M4 وده يعتبر احدث معالج، وهي اعلى من احتياجك كمستخدم متوسط لبرامج الفوتوشوب والمونتاج. الجهاز مساحته 256 جيجا بايت. خليني اقولك ان دي مشكلة. لا بص ما تعيطش، بس هي مشكلة محلولة لانك تقدر تجيب هارد خارجي SSD بيكون شكله كده. بالنسبة للبطارية فهي اقوى حاجة في الجهاز ده. زغرطوا يا اخوان، يا حتى زغرطوا والنبي يا نسوان. البطارية بتقعد لحد 18 ساعة، وده معناه انك تقدر تخرج بالجهاز وتشتغل بيه طول اليوم بره البيت. ومع تجربتي للجهاز اكتشفت ان البطارية فعلا بتقعد الوقت ده كله، والجهاز مش محتاج مراوح لان هو ما بيسخنش اصلا. لو انت اول مرة تستخدم الماك بوك فبيكون في حاجات مختلفة شوية عن الويندوز. تقدر تنزل الابليكيشنز من الاب ستور، والابليكيشن بتكون في الشريط اللي تحت. ابليكيشن سفاري بيكون بديل لجوجل كروم. في ناس ما بتحبش شكل الشريط اللي تحت، هوريكم هنا ازاي نشيله. وبكده الشريط مش هيظهر الا لو حطيت مؤشر الماوس عليه. لما بتيجي تعمل اختصارات زي كنترول اكس كنترول في هتلاحظ ان هي ما بتعملش، وده عشان الاختصار هنا هو كوماند بدل كنترول. فده احنا هنغيره من الاعدادات وهنبدلهم ببعض عشان نعرف نستخدمه. كوماند هتخليه كنترول، كنترول هتخليه كوماند. زي ما انا بالظبط بشاور لك اعملها زي عندي بالظبط. هتلاحظ ان لما باجي اقفل اي نافذه انا فاتحاها بقفلها من فوق كده بالظبط. الفايندر بيكون عليه كل مستنداتك. معظم الابليكيشن نزلتها من الاب ستور. بالنسبه للباك جراوند اللي بتتحرك اول ما بتفتح الجهاز تقدر تغيرها باي فيديو تاني، ولكن ليها طريقه هي صعبه شويه. هوريك المكان اللي بتنزل فيه الخلفيات لما بتحملها، ولكن لو حد مهتم احنا ممكن نعملها مع بعض في فيديو تاني لانها رخمه شويه ومحتاجه تركيز. دلوقتي خلينا نتكلم عن برامج مايكروسوفت اللي احنا بنحتاجها واللي تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لأجهزة الماك. معروف طبعا ان هي مش هتشتغل الا باشتراك او ايميل جامعي. تقدر تستخدمها من غير اشتراك ولكن بشكل واحد بس، ان هي تقرا لك الملفات بدون اي تعديل على الفايل. لكن في حل بديل لحد ما تعمل اشتراك او ايميل جامعي، وهو انك تستخدم برامج الاوفيس ولكن اونلاين. لقيت ابلكيشن حلو قوي وهو بيعمل ميرور للتليفون. اقدر اتحكم في كل حاجه وانا قافله التليفون. تخيل كده لو انت تليفونك اتسرق وانت مش مشغل فايند ماي، تقدر بكل سهوله تفتح وتفعله. طبعا الشريط اللي فوق ده احنا متعودين عليه تحت.
هتلاقي فيه الشحن، الواي فاي، واللغة، وسيري طبعا. كاميرا الماك بوك اير M4 فيها ميزة تحفة جدا وهي السنتر ستيج. تعالوا بقى نجربها سوا. ما لقيتش انسب ولا احلى من اخويا اجربها عليه. نخش في الموضوع على طول. الإضاءة عندي مش قوية ورغم كده الصورة حلوة جدا. الكاميرا بتسنتر نفسها على حسب مكانك وبتروح وتيجي معاك. وده شكر خاص لاخويا عشان من غيره ما كنتش عارفة اوريكم الكاميرا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات.